الترندات واللي بتعمله في البوردر لاين مأساة متكررة يوميا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من أنا والبوردر لاين وهواك. بقالنا كتير ما عملناش حلقات بسبب رمضان والعيد، لكن الحلقة دي مهمة جدا. والحقيقة أنا ما كنتش هنزل الحلقة دي النهاردة، أنا كنت هنزل حلقة عن التريجرز واللي بعدها كانت هتكون عن السيرابي. لكن مع الترندات السيئة جدا الفترة الأخيرة والانتكاسات اللي شفتها في ناس كتيرة، قررت إن النهاردة نتكلم على الترندات واللي بتعمله في البوردر لاين بشكل سيء جدا. ليه بننتكس مع كل ترند سيء؟ لأسباب كتيرة، وخلينا نقول إن الترندات السيئة دي تحرش، اغتصاب، انتحار، قتل، حروب، كل دي تأثيرها على البوردر لاين أو أي حد بيعاني نفسيا، خصوصا لما يكون في كمان اضطراب قلق. الموضوع بيكون أضعاف مضاعفة عن أي إنسان عادي. وعشان كده دايما بنصح مفيش بوردر لاين يتابع الأخبار. ما تدخلوش الفيسبوك وإكس اللي هو تويتر، المواقع دي مش مناسبة لاضطراب الشخصية الحدية، مش مناسبة خالص، تأثيرها سيء. ما تعملوش فولو لأكاونتات أخبار، ما تعملوش فولو لناس بتاكل على مصايب الناس. هي عايشين على اللايكات والشير اللي بيجوا من مصايب الناس، ده مصدر رزقهم. ما تتابعوش الناس دي، ما تتابعوش حد آراءه متطرفة. فما يحصل مثلا ترند ياخد موقف اتجاه معين اكستريم يسبب لكم غضب، تبقوا عايزين تدخلوا تتخانقوا معاه. الكومنتات وردود الأفعال على الترندات أوقات كتيرة بتكون أسوأ من الترند نفسه. في ناس فعلا مستفزة، مستفزة بشكل غير عادي. اكستريم ظلم، اكستريم افتراء، كأن بيستخدموا الناس الضعيفة عشان يرضوا مشاكلهم اللي جواهم. الناس دي لما تدخلوا معاهم في حروب وخناقات على السوشيال ميديا انتوا اللي هتتأذوا، هم ما بيحسوش. للأسف الترندات اللي من النوع ده بتدوس قوي 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 على الترومات اللي عند البوردر لاين، خصوصا لما تكون ترندات التحرش والاغتصاب، لأن البوردر لاين فيهم نسبة كبيرة اتعرضوا للصدمات دي ولسه مأثرة فيهم، خصوصا اللي اتعرضوا لده جوه العيلة. ودايما الترندات بتحصل جوه العيلة، فهي بتدوس عليهم، هم بيزعلوا يحزنوا لنفسهم، بيغضبوا لنفسهم أكتر ما بيغضبوا للناس التانية اللي بيحصل لها ده دلوقتي، خصوصا لو ما كانوش واجهوا، ما أخدوش حقهم. فالموضوع بيقلب معاهم كأن الموضوع لسه بيحصل دلوقتي. تخيلوا الصدمة انتوا بتعيدوها، يعني لو حصلت مرة مرتين انتوا كل ترند يحصل نفس البتاع انتوا بتعيشوا الصدمة تاني. فبلاش تشوفوا الترندات. كمان موضوع الانتحار، للأسف في بوردر لاين كتير حاولوا ينتحروا أو فكروا في ده، فبيلاقوا حد عمل كده ده بيشجعهم إن هم يعملوا كده، أو بيرجعهم للحالة السيئة اللي هم كانوا فيها وقت ما قرروا يعملوا كده. فبيرجعوا ذكريات سيئة وسلبية هم عانوا عشان يخلصوا منها. لكن للأسف في ناس مهما اتعالجت وتعافت في تريجرز مش بيقدروا يتحكموا فيها، فانتوا دلوقتي رايحين تجيبوا التروما تاني تحطوها قدامكم. وده أسوأ حاجة في الحياة ممكن تعملوها. كل ما تمشوا خطوة في العلاج تروحوا ترجعوها تاني. والناس اللي هي تسمع عن حاجة فتروح تشوفها، اللي هو سمعت الترند خلاص ما نكتفيش بده، لا انا هجيب الفيديو احطه قدامي. طيب وبعد الفيديو ما حطيته قدامك، انتكاسة، انهيار، دواء، جلسات، اكتئاب، فراغ، قلق، ألم، حزن، كمية مشاعر سيئة كومبو هو عايش فيها أو هي عايشة فيها بسبب قرار فضولي إني لازم أشوف الفيديو. ليه نشوف الفيديو؟ مش لازم. عشان كده مهم جدا 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 نتحكم في دايرة المعرفة اللي حوالينا. أي حد بيحكي عن الأخبار ما بنسمعوش، أي حد يقول لك عرفت حصل إيه النهاردة، لا مش عايزة أعرف. أي حاجة تيجي قدامكم نشيلها قدام من قدامنا، مش لازم فضولنا ياخدنا. الانتكاسات محدش هينفعكم فيها، الترندات مش هتنفعكم في الانتكاسات اللي بتعيشوها. كمان مهم جدا نعرف ان فكرة الألم بتاعت الناس بتأثر في البوردر لاين أكتر من أي حد تاني.
البوردر لاين بيعيش ألم الأشخاص التانيين، كأن هو حتى لو ما تعرضش للصدمة دي أصلا في حياته حساسية مفرطة، فكأن الشخص ده هو اللي عايش الحياة دي. فاحنا ليه نعمل كده؟ مش لازم نعمل كده. وفي ناس شايفة ان دورها تعمل كده وتحس بالناس، وده غلط. وده جزء من دور المنقذ اللي احنا بنقول لازم في العلاج نشتغل عليه. ما ينفعش نعيش بدور المنقذ، اي حد في مصيبة ننقذه. مش دورك تنقذ العالم، انت مش مسؤول عن العالم، مش مسؤول عن الناس، انت مسؤول عن نفسك بس لما انت تتعالج وتبقى كويس دي مسؤوليتك. غير كده انت مش مسؤول اصلا. حد يتعالج، حد يحل مشكلته، حد يرفع قضية، حد يرد الظلم، مش دورك. ما ت... ما تعيشوش دور هيرهقكم في الاخر، هتنهاروا ومحدش هينقذكم. للاسف الترندات دي من اسوأ التريجرز اللي بتحصل للبوردر لاين. وعشان كده ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا، كفايه تفتحوا اخبار، كفايه تتابعوا الناس اللي غاويه شير ولايكات على مصايب غيرها. ارجوكوا بلاش فضولكم ياخدكم تشوفوا حاجات تأذيكم. النتيجة بتكون كارثية، حرفيا كارثية. البوردر لاين ما ينفعش يتابع اللي بيحصل حواليه في العالم. العالم فيه كمية من الظلم والغضب والألم البوردر لاين ما بيتحملهاش. وبس ده اللي أنا كنت عايزة أقوله النهاردة. يمكن حد ياخد كلامي ويسمعه. أنا عارفة إن البوردر لاين عنيد جدا، ما بيسمعش كلام حد. وفي ناس هتسمع ده وتروح تدور ايه الفيديو اللي انا بتكلم عنه اصلا. انا فاهمه كل ده، لكن في الاخر انا بقول حاجه شفتها مع ناس كتيره. الانهيارات والانتكاسات اللي حصلت الفتره اللي فاتت واللي بتحصل كل فتره مع كل ترند. وفي ناس بيحصل لها انتكاسات وما بيبقوش عارفين اصلا ان الترند هو سبب الانتكاسه. فانا كنت حابه اقول ده النهارده، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على التريجرز، ودي هتكون من اهم الحاجات اللي انا هعملها في انا والبوردر لاين وهواء.